السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاوزين نعمل النهاردة صينية الفراخ بالبصل. جميلة جدا وتحفة. بس في الأول حابة أقول اللي أول مرة يدخل قناتي يا ريت ما ينساش يعمل اشتراك للقناة ويعمل لايك للفيديو. ويلا نشوف مع بعض. عندنا بقى دلوقتي ايه؟ الفراخ، قطع الفراخ اللي انت عاوزاها. بصلاية وفصين توم وبهارات ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات وبابريكا، وحابة تحطي شطة، وعندي طماطميتين، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض بيهم. كده شرايح زي ما انتم شايفين كده اهي، وهحط عليها التوابل بتاعتي كده، وهنمسكهم بقى كده ايه، ندعكهم كده مع بعض. ندعكهم بقى كده كويس. اديله ما ترحمهمش. نمسكهم بقى كده ايه، ندعكهم دعكه كويسه. دعكتها بقى بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب قطع الفراخ بتاعتي، انا مقطعاها طبعا، غسلها كويس، مقطعاها كده ومفتحاها، عامله لها فتح كده، وهحشيها بالشكل ده. ندخل بقى كل التتبيله بتاعتنا دي بالبصل تحت الجلد كده وبين الفتح اللي احنا عاملينها كده، ونتبل الفراخ كويس كده. كمان هنا كده، ايوه، نتبلها بقى كويس من جميع الجهات. دلوقتي بقى بعد ما عملتها وتبلتها هي، هرش عليها الحبتين الطماطم دول كده عشان تدينا لون جميل كده احمر وحلو. ده بقى كان طبقنا النهارده، الفراخ بالبصل ما شاء الله متحمره وجميله ومستويه بسم الله ما شاء الله. عملنا جنبها طبق رز كده ابيض. عملنا كمان خضار جنبها. عملنا ايه، طبق ملوخيه كده يستاهل بقكم ما شاء الله ما شاء الله. وده كان غدانا النهارده، يا رب يعجبكم. وما تنسوناش بقى في اللايكات وكومنت حلو كده زيكم واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.